وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم قلقاس. نقطع الجزء الاحمر اللي قدام ده او نقشر القلقاس. يا حبايبي خلاص خلص التقشير وغسلناها وهنشفها. هنقطعها هنقطعها شرايح كده. هنعملها بقى دلوقتي يا حبايبي هنقطعها مكعبات صغيره. غليه احنا بنقطعها صوابع كده، وبعدين نعملها مكعبات صغيره. على فكره يا جماعه انا اول مره اطبخ القلقاس واول مره هاكله، ما اكلتوش قبل كده واول مره اطبخه، بس من كتر الكلام عنه حبيت اجربه. هنقطع الكميه كلها بتاعتنا بقى ونعملها دلوقتي يا حبايبي. معلش احنا اسفين على الاضاءه بس الكهرباء قطعت. هنحمر معانا كميه قلقاس. احنا هنعمل القلقاس معاكم بالطريقه دي المتحمره يا حبايبي. بقى احنا عملنا القلقاس اهو يا حبايبي. خلاص القلقاس اهو خد لون اهو. هنطلعه بقى. هنعمل بقى بقيه كميته للايه. خلاص يا حبايبي دي صلصه اهي انا عملتها. قليت بصلايه بس انا باشا قلايه يعني بعملها ني في ني، وحطيت عليها كوبايتين عصير الطماطم الطازه ومعلقتين صلصه ماشي. وهننزل بالقلقاس بتاعنا اهو اللي ادينا له صدمه في الزيت على البوتاجاز في الطاسه اهو. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. ربع معلقه جوز الطيب مفرومه، وربع معلقه كاري، وربع معلقه كزبره ناشفه، وربع معلقه كمون، وربع معلقه فلفل اسود اهو، وربع معلقه ملح اهو.
وربع معلقة سكر عشان الحموضة. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها اهو. هو بيغلي اصلا، الصلصة بتغلي اهي. هنزودها ايه بقى كوباية مية. هنزودها بقى كوباية مية ونسيبها تدي مع بعضها بقى على ما تستوي اهي. مرقة خضار اهي. وهنزود بقى كوباية شوربة. يا حبايبي دي 7 فصوص ثوم. هنحط عليهم ربع معلقة كزبرة ناشفة ماشي، وننزل عليهم بكزبرة وشبت اخضر. وممكن تحط الكزبرة خضرة كده على الصلصة والقلقاس من غير ايه ما يتحطوا في الزيت. ونقوم مطشينهم بقى ايه على القلقاس بتاعنا بالصلصه. القلقاس بتاعنا خلاص استوى بصراحه تحفه. انا اول مره اطبخه واول مره ادوقه، بس لقيته جميل حلو قوي قوي في منتهى الجمال. كده القلقاس بتاعنا جاهز للاكل. بألف هنا بقى. متنسوناش باللايك والاشتراك في القناه.